اي سعي ربنا سبحانه وتعالى مش اساسي فيه، مش اساسي فيه، ملوش نتيجه وملوش فايده وتعب على الفاضي. بتحس ان انت ماسك فاس وبتحاول تعمل حفره في البحر، يعني بدون اي نتيجه وبدون اي عائد. فهو ده السبب اللي بيخلي الناس سبحان الله يعني مش حاسه بالبركه. انا بتعب وبشتغل وعارف ايه. ما هو انت اصلا مش بتعمل الحاجه اللي تخليك تاخد الافاده بقى. مش بس حاجه عاديه، ده هو ده الاساسي، ان انت تكون مع الله سبحانه وتعالى. مش هتسيب كل حاجه في الدنيا. وهقول لك تعبد النبي عليه الصلاه والسلام، كان يتاجر وكان يحب الحياه عموما، بس بضوابط الله سبحانه وتعالى وبالامور اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها لنا ان احنا نمشي عليها. هي الفكره في ايه؟ اي شغل او اي مجهود او اي حاجه ربنا سبحانه وتعالى مش اساسي فيها، اوعى تستنى منها نتيجه ابدا ابدا ابدا. خلي ربنا رقم واحد، واي حاجه بعد كده ربنا، ثم الشغل ربنا، ثم الاولاد ربنا، ثم البيت ربنا، ثم حياتي الشخصيه. واعرض كل حاجه على الله سبحانه وتعالى. انت حابب تعمل اي حاجه في حياتك، اعرضها على ربنا سبحانه وتعالى. يا رب موافق، اتوكل على الله. تعرضها على ربنا ازاي؟ تعرضها على ربنا، تعرف نواهيه، تعرف الحاجات اللي هو وصانا بيها في القرآن. شوف هدي النبي عليه الصلاة والسلام طلب مننا ايه عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى مثلا يبارك لك في اللي انت بتعمله. فهو الفكرة كلها في ايه؟ تشوف اللي ربنا محتاجه ايه، واللي ربنا بيوصي عليه ايه، واللي النبي نهى عنه ايه، واللي النبي وصانا عليه ايه، وتوكل على الله. انت ايه اللي محتاجه؟ محتاج شغل. طب يا رب الشغل ده يرضيك ولا ما يرضيكش؟ في حاجه حرام يا رب، انا بعمل كذا كذا كذا، وفي حاجه تمام ولا مش تمام. يعني سبحان الله، يعني خلي ربنا ده البوصله بتاعتك. يعني ما تستشيخش بقى وتقعد في البيت بقى وتقول انا هتعبد وهقعد في البيت. لا، شوف حياتك، شوف دنيتك، بس فكر في الله سبحانه وتعالى واعرض الموضوع على الله سبحانه وتعالى، وشوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه بعد كده. يعني ربنا يرزقنا جميعا. واسف لو طولت عليكم. كل سنه وانتم طيبين. صلوا على رسول الله. السلام عليكم.